جيت سعيد الثقه اللي وضعوا فيها المنخرطين بانتخاب رئيس جمهوريه الفاسي، وتنوعد بان المستقبل ان شاء الله ديال المغرب الفاسي غادي يكون مستقبل زاهر، مستقبل غادي تميزوا الشفافيه والعمل الدؤوب، ويتبعوا الارقام، وهذه ان شاء الله يلعبوا ادوار رائعيه في البطوله الوطنيه. والله يكون بخير. سي كيفاش كانت الاجواء ديال الجمع العام اليوم؟ عاديه يعني تساؤلات وكذا، ولكن وصلنا الحمد لله يعني التراضي ديال كل شيء، انتهينا الجمع العام بانتخاب المكتب الجديد. سي بوزوع، كنت متردد انك تدير الرئاسه ديال شركه المغرب الفاسي، علاش اليوم قررتي انك تاخذ الرئاسه؟ شحال هذه كنت متردد رغم ان معك، ولكن كانت ظروف لزمتني انه ندخل الرئاسه باش يكون عندي يعني الدور الرئيسي في تنقيه اول الجماهير المصاويه. انا تنعزهم لان يعني كنشوفهم بعد السنه الماضيه تينتقلوا كيلومترات مئات الكيلومترات باش يشوفوا الفريق ديالهم. هذا تيدل انه تيبغيو الفريق يعني بلا شروط. تيوزوع واش غنشوفوا المغرب الفاسي هذه الموسم هذا تيدابز على شي لقب من الالقاب شويه بشويه، الا لعبنا الاضواء يعني داك الرابعين الخامسين هذه السنه ونشوفوا عاوتاني من بعد. لا خاص جميع الطاقات تكون وراءنا، ما يكونش انشقاقات والتطاحنات، كل شيء يشتغل في واحد جهه واحده وغادي يكون الله يكون لنا بالخير ان شاء الله. السؤال المهم خصوص فريق المغرب الفاسي او فريق الكونغو. من زمان تنعرفوا بان الفريق هو المغرب الفاسي كيضم ابناء المدينه. اليوم للاسف فريق المغرب الفاسي ولا واحد من المدرسه الزمان كلشي شويه، تشوف ريال مدريد تقول ولي مدريد شي واحد، يعني انواع ولات الماده اللي تتغلب وخصك تشري اللاعبين اللي غادي يخليو الفريق يكون فرق، ولا جا اذا كان تميز شي لاعب من الفريق ولا طلعنا 7 ديال الوليدات من الجونيور من المدرسه المغرب الفاسي. سي بوزوع نشوفوا لاعبين كبار في المغرب الفاسي ان شاء الله ان شاء الله رحمه الله. كاين انتدابات مهمه اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.